محطتنا التالية مشاهدينا في محافظة بابل، بالتحديد على واحد من أفرع نهر الفرات، مع الأخ الدكتور عقيل العزاوي، تدريسي في كلية الفنون الجميلة في محافظة بابل. نرحب بك ضيفي دكتور. الله يخليك، احنا نرحب بكم في بابل مدينتكم الثانية إن شاء الله، وكل الهلا بكم. صراحة احنا من نجي إلى محافظة بابل والله يعني عبالك جايين لديرتنا لمنطقتنا. أنا قبل لا أبلش الحوار أحب أشكر الأخ والصديق أبو نجوى مدير منتجع بابل، اللي هو دائما يكون متعاون جدا معنا. احنا فريق عمل برنامج السومرية وبرنامج رحال، متعاون. الرجل يفرح من يشوفنا، يقدم لنا كل اللي نحتاجه كإعلام حتى نوصل رسالتنا الإعلامية. وبنفس الوقت كل الموظفين اليوم سمعنا به انه يريد خلاص انه يتقاعد او يطلع تقاعد، لكن هم رافضين. لاول مره اشوف موظفين يرفضون انه مديرهم يطلع تقاعد. لهذا ندعو الحكومه المركزيه، الحكومه المحليه، انه تسوي في صوره حل تطيفد مده، لان تخليه بهذا المكان لحد ما يلقون عسى ولعل شخص مشابه او قريب اليه، حتى نكون احنا نجي لبابل ونصور ونطب ونطلع. مو المصلحه لا امانه، بس دائما نشوفه هو متعاون مع كل الاشخاص اللي يجون الى هذا المنتجع. دكتور، خلينا نتعرف على حياتك، شلون بلشت بالموسيقى؟ شنو الاشياء اللي تقدر تجيدها من ناحيه الفن والموسيقى؟ دكتور عقيل العزاوي، تدريسي في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل، مادة التذوق الموسيقي. طبعا كبدايات، يعني البداية الحقيقية اللي كانت هي في معهد فنون جميلة بغداد قسم الموسيقى. سنة 92 تخرجت من معهد فنون جميلة وأنا أحمل شهادة الدبلوم في الموسيقى آلة العود. من بعدها استمريت بالدراسة وكملت كلية فنون جميلة في بابل، وبعدها أيضا قبلت كموظف معيد في نفس الكلية. ومن بعدها استمرت الرحلة وبدأت في دراسة الماجستير ومن ثم دراسة الدكتوراه. وكان أجمل ما يكون هو الامتزاج ما بين الموسيقى والمسرح، لأن الكل يعرف بأن كلية فنون جميلة وللأسف يعني ما بها قسم للموسيقى. واحنا نتمنى انه نتمنى من خلال قناتكم هاي ان يوصل هذا كلية فنون جميلة ما بها موسيقى؟ ما بها قسم للموسيقى ولا حتى فرع. ليش فنون جميلة؟ يعني هي من ضمن الفنون الجميلة يعني، وما اعرف يعني ما موجودة. فنتمنى انه يكون يوصل صوتنا من خلال قناتكم هذه، انه يؤسس قسم ولو فرع للموسيقى في كلية فنون جميلة بابل. من بعدها كملت الدكتوراه، وكانت أطروحتي ممتزجة ما بين الموسيقى دراستي في معهد فنون جميلة بغداد وما بين المسرح اللي هو دراستي في كلية فنون جميلة بابل. والحمد لله والشكر أخذت درجة امتياز في هذه الأطروحة. حلو، زين. على كم آلة موسيقية تعزف؟ قبل ما أقبل في معهد فنون جميلة بغداد، هذا الحكي قبل يعني بال 1992 كنت أعزف على آلة البيانو، وكنت يعني أجيد هذه الآلة ويعني أعزف حتى في الحفلات الخاصة. لكن يعني ارتئيت انه انا اخذ آلة العود حتى يعني اضمن انه انا اكون عازف لآلة. قريبة من عندك؟ ايوه، آلة العود الصراحة قريبة من عندي، لانه انا كنت اغني في وقتها. دكتور، اريدك تحكي لي اقرب فنان او ملحن قريب من عندك. يعني من الملحنين هم يعني كثار. مثلا الملحن مثلا اذا جينا بالتسلسل اللي انا احبه يعني طالب القرغلي، الله يرحمه، هو يعني الله يرحمه، قامة عراقية الله يرحمه. جعفر الخفاف ايضا يعني ملحن كبير مطربين. وايضا من الملحنين كوكب حمزه، ايضا اعشق الالحان مالته، لانه كل شخص هذا من الملحنين اللي ذكرتهم هم لون يختلف عن اللون الاخر. صح. المطربين، من المطربين يعني انا لانه صوتي قريب مثلا، او يعني طبقتي يعني هي طبقات الصوت قريبه من المطرب قحطان العطار، فاميل الى اغاني قحطان العطار دائما. زين، خلينا نسمع منك فد شيء. قحطان العطار كيفك؟ شوف شيء تحبه قريب من عندك. نسمع القحطان العطار. أنا بهجرة شحيح الماي يافيض، حرام أقضي العمر وياك بالغيظ. أنا بهجرة شحيح الماي يافيض، حرام أقضي العمر وياك بالغيظ. جربنا الليالي السود والبيض، وصبرنا الصبور بالشتا وبالقيض.
جربنا الليالي السود والبيض، صبرنا الصبور بالشتا وبالقيض، يا فيض يا فيض. تعال انطش زعلنا ويا الرياح، نمشي اثنين راح اشبق تراب. تعال انطش زعلنا ويا الرياح، نمشي اثنين راح اشبق تراب. ضقنا الحزن خل نذوق الافراح، ضقنا الحزن خل نذوق الافراح، ونبشر عيوننا لين الحزن راح. الله. يا فيض يا فيض. يعني نقطة جدا مهمة دكتور، تقول أنت في محافظة بابل وبالتحديد كلية الفنون الجميلة ماكو بها قسم للموسيقى، وأنا أعرف الكثير من الأصدقاء من الموهوبين من الشباب وحتى البنات، وبهم أساتذة ومعلمين ودكاترة تدريسيين هم يعني يعزفون وحبهم وولعهم بالموسيقى والفن. زين، شلون صاروا هم ماكو عندكم منبع للموسيقى في بابل؟ يعني كثير من الفنانين بدأوا يعتمدون على نفسهم، مثلا زين. يلتحقون ب يعني منظمات المجتمع المدني او نقابه الفنانين او اتحاد الموسيقيين اللي موجود هنا في بابل. موجود عندنا اتحاد للموسيقيين وموجود عندنا نقابه فنانين. يعني الماوى الوحيد لهم انه يذهبون الى نقابه الفنانين او حتى بعض المكاتب الاهليه اللي فتحوها بعض الفنانين، مقاهي فنيه يعني، او لا، او حتى الورش الفنيه لصناعه العود، الورش الفنيه لتعليم الموسيقى. صح. وكثيره عندنا هنا، عندنا ورشه الاستاذ حامد الزبيدي لصناعه آلة العود. كانت عندنا جولة عند ويا حامد، تحياتنا له. وعندنا ايضا ورشه للاستاذ مازن، وهو ايضا فتح مكتب لتعليم الموسيقى ايضا في بابل عالم الموسيقى ايضا. عذرا للمداخله دكتور. اللي تحدثت بهم استاذ حامد، انا في وقت سابق كانت عندنا جوله معاه ايضا من خلال برنامج رحال، ورحنا وشفنا الورشه البسيطه اللي هو يصنع، ومو بس يصنع، يدرس ويعلم ويثقف الكثير من الشباب عن الفن والموسيقى. وايضا استاذ مازن كنا يمه اليوم في ورشه صغيره، وانا خاطبت الحكومه المحليه في بابل وخاطبت وزاره الثقافه والتربيه والتعليم ايضا، انه وايضا خاطبت كليه الفنون الجميله انه يسوي له بالقسم مالتهم فد ورشه. سبحان الله على نيتي انا، ولا هو قال لي انه ما عندنا قسم مال موسيقى في الكليه، ما متوقع هيجي. اليوم الدكتور قال لي انه كليه الفنون الجميله في بابل هي ما بها قسم الموسيقى، ويعتمدون فقط على الورش البسيطه وابرزها وامثلها اللي هو استاذ مازن اللي كنا قبل شويه يمه، وشفتوا الورشه مالته البسيطه، لكن هو يعزف على الكثير من الالات الموسيقيه ويثقف ويدرس ويخرج ايضا مواهب فنيه. دكتور خلينا نسمع منك شيء فلكلوري عن الفلكلور. يعني فلكلوري او سبعيني او الاغنيه الخالده بالعقل يعني. يلا يقولون. يلا. عدوانا عدوين شوف يا أكثر هموم، من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوانا عدوين شوف يا أكثر هموم، من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوانا عدوين شوف يا أكثر هموم، من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. راحوا ويني راحوا بعد ما ردوا أحبابي، راحوا ويني راحوا بعد ما ردوا أحبابي. يمي وتيقى فاليك ودوركم الله، مش بسوادي العين
بصبيب امك الله. يمي وتخاف عليك وتدورك امك مش بسوادي العين بصبيب امك يمي وتخاف عليك وتدورك امك مش بسوادي العين بصبيب امك راحة ويلي راحوا بعد ما ردوا احبابي راحة ويلي راحوا بعد ما ردوا احبابي. دكتور سؤال مهم جدا، احسن طبعا. الله يخليك. اليوم الاغنيه السريعه بدات تنتشر بصوره كلش كبيره بالعراق بصراحه يعني. برايك انت كاستاذ تدريسي بكليه الفنون الجميله ومهتم بالفن بصوره كلش كبيره، تاثر على تاريخ الاغنيه العراقيه الاغنيه السريعه؟ والله هي لا تمت للاغنيه السبعينيه والاغنيه الاصيله يعني بشيء، واعتبرها هي اصلا مو اغنيه، هي قضيه استعراضيه. لان هسه بدا مع الاسف يعني الذوق يختلف، بدا يعني يرى اكثر ما يسمع. اكثرهم يعني يميل للاغنيه كفيديو كليب، كرقص، كاستعراض. هاي الاشياء كلها اثرت طبعا. الدليل احنا بدنا نبتعد من اليختات اللي موجوده هنا، وطبعا هم العوائل يتونسون، لان هاي الاغنيه الراقصه والاغنيه هاي تاثر علينا. تاثر علينا انا تاثر علينا، فنحاول نبتعد والروج يرجعنا. تسمعوه يمكن بالباك جراوند مال الصوره والصوت يعني، وحتى الروج اختلف الذوق مالته. لا ما له علاقه. زين دكتور، يعني ارجع واسالك بنفس السؤال، تشوفه باختصار تشوفه ياثر على مسيره الاغنيه وتاريخ شوف، الاغنيه؟ اذا رجعنا للاغنيه، هي الاغنيه عباره عن بناء موسيقي وبناء شعري وبناء لحني وبناء حتى ذوقي. زين. لانه في السابق الملحن لا يرضى ان يسيء للاغنيه. زين. لا يرضى ان يعني يضع مفرده تسيء للاغنيه مالته، ولا حتى لحن، ولا حتى ايقاع. اكو ايقاعات في السابق يعني ايقاعات راكزه، وايقاع هي بكثره تستخدم، مثل ايقاع المقسوم، ايقاع البلدي، ايقاع الثقيل، الايقاع السماع الثقيل، والايقاع مثل حتى التشوبي قبل كانوا يستخدموه بطريقه وذوق لائق. لكن هسه نرى ان جميع الاغاني تسير برذم واحد، ايقاع واحد، وحتى اللحن تحسه مسموع. سبحان الله. مسروق ايضا، يسرقون اللحن الايراني وحتى الفارسي والاذري والتركي. هسه ما يخالف، هي اكو الحان فارسيه واكو الحان تركيه هي حلوه وذائقه جميله، لكن هم يذهبون الى الاغاني اللي بيها رقص واللي بيها اساءه واللي بيها استعراض، ومع الاسف هذا طبعا يسيء للاغنيه. طيب. لكن تبقى الاغنيه ومتابعيها وذواقيها موجودين ان شاء الله. طيب دكتور، اريد اسمع منك في شيء حصري لبرنامج رحال على شاشه السومريه. والله يعني هي اغنيه يعني في طور الاكتمال، لكن راح اسمعك من عندها يعني هذا سبق يعني. مقطع هي الفلسطين. اي احسنت. اسمعكم مقطع واحد من عندها، ان شاء الله تسمعوها في هالايام هذه ان شاء الله. ان شاء الله. موفق مقدم. الصوف يزداد ويعلى الصوت ما ينصت، دمع ياخذني من بغداد لحد المسجد الاقصى. يومي القصوف يزداد ويعلى الصوت ما ينصت، دمع ياخذني من بغداد لحد المسجد الاقصى. مات الطفل مات الشيخ مات الغزل والنثر، مات الطفل مات الشيخ مات الغزل والنثر. شنو ذنب الطفل ساعات قبل والدته يتوفى، شنو ذنب الطفل ساعات قبل والدته يتوفى. احسنت. مقطع صغير يعني
يعني ان شاء الله يكون شو نال كتبت رضاك. فؤاد؟ يعني الكلام لشهد الشمري، شاعر شهد الشمري، واللحن الي، ان شاء الله في طور الاكتمال، ان شاء الله يسمعوه عن قريب. موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. وانا ايضا اشكرك استاذ علاء على هذا اللقاء الحلو، المحاوره الحلوه، واشكر سلمك. قناه السومريه وبرنامج رحال يوفقك. وكل الهلا بكم. الله يسلمك. الله يخليك. اذا مشاهدينا جولتنا بعدها منتهيه في بابل، راح نروح الى مكان اخر ونشوف شنو محطتنا الاخيره. ابقوا ويانا.